السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار يا صديقي؟ نكمل بارت 2 من بطولة غزل المحلة وإيه اللي حصل فيها. أتمنى تكون الحلقة اللي فاتت عجبتكم واستفدتم منها ويعني كانت كويسة إن شاء الله بالنسبة لكم. نكمل. كنا خلصنا تقريبا 4 ماتشات، فاضل 5. تمام. مش فاكر أغلبهم عشان أكون صريح معاك، بس إن شاء الله يعني هعرض عليك الفكرة، سواء اللي كسبتني أو اللي خسرتني، سواء تكتيك زي اللي أنا عرضته لكم قبل كده، أو مثلا فكرة أوبننج أو فكرة إند جيم. يلا نبدأ على طول عشان ما اطولش عليك يا صديقي. الجيم دوت كنت لاعب استاذ خالد صلاح، تقييمه 1850 و40 حاجه زي كده. استاذ راجل كبير يعني قد ابويا، مثلا اكبر من والدي شويه كمان. كان بيلعب الجيم اللي قبليه مع واحد صديقي ده طلع الثامن على البطوله، فالجيم كان قوي، كان جيم قوي وانا شفته وعارف ان هو راجل لعيب ما شاء الله يعني. بس تقريبا كان عنده مشكله في الاوبننج، او هو ما كانش مذاكر الاوبننج كويس. هنا لعب لي اسكندنافيان، اكل بالنايت، اكل بالكوين، طلعت الكوين خسرنا وزرة. بعدين طلع بالحصان، ربطت الحصان بتاعه على اساس عايز اكل واعمل له دبل بون. قال لي لا مش هعمل دبل بون هنا، وجاب البيشوب ورا النايت بتاعه. بيت. بعدين طلعت هنا، يعني بقول له ايه، ما تجيش هنا، ما تجيش هنا. في المستقبل لو لعبت النايت بتاعي في اي حته مثلا، يبقى المربع ده محمي يعني، عشان ما تنزلش فيه وتطلب بقى البيدا، ده هيبقى حاجه رخمه مش هعرف احميه. تمام. فقال لي انا افتح البيشوب ليسو بتاعي. تمام. طلعت بالنايت مهدد المربع ده. كنت بلعب برده بسرعه، هو كان فرق بيني وبينه حوالي دقيقه هنا. هنا مهدد البوم بتاعه، كان في هنا اونلي موف انا شفتها في الجيم وكنت مستني العبها والعبها الحمد لله. او ما شاء الله يعني، هو راجل مستوى عالي والله. لعب النايت بتاعه هنا حامل بون على اساس ان انا لو اكلت البيشوب هياكل بالروك. تمام. هنا قلت له هات النايت بتاعك وبفتح البيشوب بتاعي تيمبو، يعني خدت تيمبو. قال لي هات الحصان بتاعك انت كمان. اتسرع في ديت او ما حسبهاش مش عارف ليه، لان هو بعد ما انا اكلت حصان هو اكل حصاني، اكلت البيشوب. انا معايا بون كامل زياده. هنا مش فاكر تكمله الجيم بصراحه، بس هو كان عليه بون هنا من الاوبننج. رجعت حميت البون ده تقريبا ما طلبه، جاي هنا طالب البون زقيته. طلع بالبيشوب مهدد يجي هنا ياخد بون يرجع البون بتاعه، قلت له لا البون ده مش هاخده. جاب الروك، مش فاكر والله نقلات قوي، انا حاطط نقلات افتراضيه هنا، كسرنا رخاء، كان في رخ متكسره. ودخلنا اند جيم روك وبيشوب اجينست روك وبيشوب. عمل اند جيم خرافيه والله، نزل بالروك وكان يهدد هنا وهنا، ولعب نقلات قويه، كان متعب الجيم ده بصراحه. وكان راجل كل نقله بيلعبها بحساب، وكل نقله بيلعبها نقله قويه. وتعبني بصراحه في الجيم ده خالص، في الاخر قلت له ما شاء الله لعبت جيم حلو. بس انا كسبت الحمد لله، قدرت ارقي بون. كان في افكار متات، كان حتى الافكار متات صعبه يعني، اعتقد لعبت 5 6 نقلات اونلي موف، فكان هو لعب جيم عالي جدا. اللي هو بس مش عارف هو اتشتت ما انتبهش. كان في عيال كده واقفين كان جنب البورد، ممكن دول كان السبب، ممكن هو مش مذاكر اونلاين كويس، الله اعلم. بس هو راجل كبير جدا وخبره. حتى انتوا عارفين بقى ايه الكلمات اللي هي بتاع الناس الكبيره دي، اللي هو يعدل قطع يقول لك جادوب والحاجات ديت. انا اول بطوله العب يا صاحبي، ما اعرفش ايه الكلام ده. anyway كسبت الحمد لله الجيم ده. مش فاكر التكمله بصراحه عشان اعرضها لك. كان جيم ممتع جدا بصراحه، كنت احب لو عرضته لك، بس ده اللي حصل للاسف يا صديقي. الجيم اللي بعديه طلعت على بورد 10 غالبا. كنت بدات اقدم في البوردات يعني بعد ما خسرت في الاول، قاعد اكسب فقدمت في البوردز. هنا كنت بلعب كابتن جمال فياض، تقييم 1994. كابتن جمال فياض راجل خبره جدا، تقريبا فوق 60 سنه، ولعب اسطوري وتقييمه 2000، ومن الكباتن الكبار جدا، كان من الناس المرشحه ان تكسب البطوله اعتقد يعني، او توب 10 مثلا كترتيبه مبدئي قبل ما البطوله تبدا، او 15 اعتقد حاجه زي كده. كان من الناس عاليه جدا وراجل خبره والناس كلها بتحترمه، وكابتن كبير جدا. لعب لي اي 4، لعبت كاروكان. تمام. طلع بالنايت. هنا فكرت العب الينز جامد بصراحه، بس استغربت يعني الناس الكبيره ديت مش دماغها في الافكار يعني، الينز جامد حاجه مستحدثه وجديده. استغربت انه يبقى عارفه بصراحه، بس هو ما لعبهوش اصلا. تمام. هنا مش فاكر التكمله بصراحه، ولكن هو خرجني بالريد ثيوري يعني، انا مش عارف الكلام ده، مش مذاكره. تمام. خفت هنا بيت بعد النقلات ديت، خفت ابيت وانا ملكي مكشوف كده وما بيتش. ومايك فضل في السنتر، وهو بدأ يهجم عليا وفتح الوسط وهجم عليا. كان جيم عالمي بصراحه منه، كنت اتمنى برضه ان انا اسجله بس ما سجلتوش. خسرت الجيم ده، اداني تشيك ميت في نص البورد، هو بايت طويل وجاب لي الخاخ بتاعته يهجم، كنت انا برضه ايه هاجم وفاضل لي مثلا نقله او حاجه واديله ميت، بس هو سبقني وكسبني الجيم ده بصراحه. خلاني ابقى عايز ارجع اذاكر كاروكان تاني، لان هو خرجني بره الثيوري وبره اللاينات خالص. ممكن كان معايا افضليه فعلا في الجيم بسبب ان هو لاعب نقلات مش توب انجن موف، ولكن هو غالبا الشكل ده هو عارفه او مذاكره او شايفه قبل كده كتير، فعرف يهجم عليا كويس جدا بصراحه. شابوه قوي عليه بصراحه، استعلمت كتير من الجيم ده. تخش على الجيم اللي بعديه. تمام. الجيم دوت أنا مش فاكر الاوبننج ولا حاجه، دوت كنت بلعب كابتن اسمه محمد النحاس او عبد الفتاح، مش فاكر، انا مسجله عبد الفتاح بس هو كان اسمه محمد النحاس. تمام. آه، هنا للاسف كان معايا بون زياده ولكن فكره الاند جيم ما عرفتش اجيبها. هو كان معايا 3 دقايق على الساعه، انا بلعب بسرعه الحمد لله، كان معايا مثلا 6 دقايق 7 دقايق حاجه زي كده.
فهنا كنت المفروض اقعد احسب، هو قام كده داخل بالملك كده، المفروض اقعد احسب بقى مين اللي بيكسب وبتاع. الانجن بيقول لك ببساطه خش كده، ما يقدرش يخش كده ولا كده. خلاص انت عامل قدامه حيطه، هيجي هنا مثلا هتزق البون دوت، وبعدين ايه تبدا تخش الملك، تخش الملك تبدا تزق بيدق عليه وتكسر بيدق، يفضل هنا بيدق يشتت الملك. مش عارف التكمله ممكن تبقى ازاي مثلا. ما عملتهاش، بس انا ممكن يعني بكل بساطه الملك ده كده هجيب البون، هيجي الملك اي حاجه اي حاجه، المهم ان انا في الاخر اكسر البون ده مع بون من التو بونز دولت، ويفضل بون هنا الملك يجي له، انا هخش كده بالملك هاكل هرقي ببساطة شديدة. هل انا عملت ده؟ لا. هو لعب كده، انا تهيألي ان انا بكسب، ما لعبتش دي، لعبت كينج هنا، تهيألي ان انا اسرع منه. هو بعد ما دخل انا دخلت، تهيألي ان انا اسرع منه، والانجن بيقول لي انت هنا كان معاك افضليه. استنى مع احلل الشكل عشان يطلع لك بس الايه، ثانيه وراجع تاني. تمام يا صديقي، انا ظهرت لك ايه الافضليه على بار التقييم، انا بكسب بشده، افضليه صارخه. ولكن انا غلطت، يعني هنا برضو لسه بكسب. اكل هنا كان المفروض بيقول لي ايه، بيقول لي لازم تاكل بالبون. الفكره ايه من اكله البون ديت؟ هقول لك. انا اكل بالبون، هو هياكل بالملك، هاجي بالملك هنا اكل البون بتاعه، هيبدا يزق، هرجع بالملك، هرجع بالملك. لاحظ بعيد عن ايه، بعيد عن النقل المربع ده، عشان الوتر ده انا اللي همسكه. اما هو يجي يرقي هكون انا رقيت قبليه بنقله، اما هو يزق كده انا هزق ارقي الكوين. الملك بتاعك ما يقدرش يجي هنا مربع تلاقيه ممسوك، هاجي بالوزير، هاجي بالوزير قدام البيدق كده، واجي بالملك كده 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 كده، واكل. وبعدين ديت بقى ايه، اللي جيم سهله سهله خالص تخلصها. تمام. هل انا عملت ده؟ لا برضه. مش عارف كان إيه اللي حصل لي بصراحه، كنت تعبان بعد الجوله اللي فاتت مع كابتن جمال فياض، وكنت فاقد الامل في في نفسي، وفاقد الثقه، وفاقد حاجات كتيره. بس كانت تشيكمنت بصراحه قاسيه في نص البورد كده. anyway هنا انا فكرت ايه، التفكير كان غلط طبعا، ولكن انا فكرت ان انا اكل الملك. ليه فكره اكل الملك؟ انا شفت ان انا هرقي على المربع ده، اللي هو بعد ما ياكل الملك ياكل هنا هرقي بكش، فهكسب وقت. ولكن التفكير ده كان غلط. بعد ما اكلت الملك هنا شغلت الانجن، هيقول لك ان ايه، بعد ما هو اكل هنا الافضليه خلاص، هنا الجيم درو هنا، بس كان مزود الدبث. الجيم هنا درو بعد ما أنا اكلت الملك خلاص رسميا. ليه؟ لان هو هياكل، انا جيت هنا الملك اكل، انا اكلت، هنا انا رقيت. هنا بقى قام جاي هو ايه، ما شافش الكش، كان هو مستعجل، وقته دقيقه اقل من دقيقه حاجه زي كده، وانا وقتي 7 دقائق باين. فقام جاي هو مرقي بعد ما رقيت، مش عارف رقي طبعا لان النقله الليجل، فالتشيس مش هيسمح لي. انا اديت الحكم، يا حكم الكابتن لعب نقله الليجل، ايه الحوار؟ قال لي خلاص طب نقله الليجل. انا كنت فاكر ان هو هيخسر او حاجه، ما كنتش عارف ايه المفروض يحصل بصراحه، اول مره العب بطوله. فقال لي وقتك هيزيد دقيقه. فهو كان مستغرب، يعني هو راجل كبير ومعروف بالنسبه لهم، كان راجل فوق 60 برضه اعتقد، وراجل عجوز يعني مش عجوز، يعني راجل خبره يعني شعره ابيض وكده وبتاع، وانا شاب اول مره يلعب وان ريتد وعيل صغير. فكان يعني لما الحكم جه كان بيقول له مين اللي عمل الليجل، كان مفكر ان انا، فقلت له هو الكابتن اللي عمل. فقال لي ماشي خلاص. فهو الكابتن مسك الساعه اصلا، كابتن محمد نحاس مسك الساعه وزود لي دقيقه وقال لي يلا كمل. فانا هنا يعني خلاص، يعني انا عارف ان انا بخسر خلاص، انا مذاكر الاندجين ديت وعارف ان انا بخسر كوين ضد بيدا. حاولت ايه، اجيب الوزير قدام شويه، اختبره فيها، ولكن خلاص هو كان عارف ان هي درو. فكره الدرو هنا ببساطه ان انا ما اقدرش اجيب الملك، اجيب الملك ليه؟ لان هيتخنق. يعني عارف لو بيدا دوت في اي مكان تاني كنت اكسب وقت بالكشه ديت، كش الوزير يخش هو قدام البيدا، او انا جاي ايه جايب الملك، بس هنا كان هيتخنق. فانا ايه بعد تفكير قمت جاي مديله كوين في بون، واتعادلت الجيم ده. اتمنى انت استفدت فكره النهايات، فكره ان انت ترقي هنا، فكره ان انت تخش بالملك اصلا تمنعه من ان هو، ليه اسيب له بدايين؟ ليه ما كنت اسلك منهم بيدا اشتته بيه، وبعدين ايه دلوقتي مش هسلكوا نفسهم، يعني لازم يعني. اتسرعت بصراحه، متضايق جدا برضو من الجيم ده، كنت اقدر اكسبه بسهوله ولكن خسرت. اعمل ايه، خسرت او تعادلت، يعني بالنسبه لي تعادل بطعم الخساره. تمام. نخش في الجيم اللي بعده. فاضل جولتين. الجوله قبل الاخيره كان بيلعبني شاب كده تقريبا 16 سنه، لعب لي كاروكان، انا لعبت له كاروكان وقدرت ارقي. كان برضه بطيء والوقت بتاعه كان بيقل، كان البوزيشن درو لحد ما هو غلط في نقله، وفي الاند جيم يعني قدرت ارقي بون. يعني الاند جيم كسبني جيم وخسرني جيم، عشان كده بقول لكم الاند جيم مهم جدا انت تكون مذاكره. للاسف انا اتسرعت جدا في الجيم اللي فات دوت. انا لعبته بعد ما لعبت حسبت وعرفت ان انا خلاص اتعدلت يعني، بس ايه كان متاخر جدا بزياده في الجيم اللي هو بتاع كابتن احمد نحاس. انما في الجيم بتاع الشاب دوت كان اسمه احمد ماهر حاجه زي كده. المهم كان تقييمه برضه عالي، كان تقييمه 1823. بس مشكلته ان هو كان بطيء، ده هو فلج اصلا في الاخر فلج، وانا كنت كده كنت برقي، كان معايا نقله جاي خلاص برقي والمربع تلاقيه محمي، فكنت بكسب الجيم ده خالص يعني الحمد لله. كسبته كده لما معايا كام، حوالي 5 ونص، وداخل اخر جوله. احكي لكم بقى عشان تبقوا فاهمين شغل اخر جوله ديت ايه. كان في الجوله السادسه او السابعه تقريبا
كابتن محسن الجبري اي ام بيلاعب واحد تاني كابتن ابراهيم سعيد. كابتن ابراهيم سعيد ده كان هما اتنين قاعدين على بورد 1، والقاعه كلها اتلفت حواليهم وقاعدين نتفرج. تقريبا في اخر 10 نقلات بس عملوا 11 نقله بريليانت حاجه زي كده. كان اند جيم كان عبقري بصراحه، كان عبقري من الطرفين. كابتن محسن جبري كسب في الاخر، ولكن كابتن ابراهيم لعب نقلات خرافيه. انا شوف كنت واقف بتعلم بصراحه. ف جاي بلعب في اخر جيم لقيتني قاعد على بورد 13. التعادل نزلني شويه في البوردز، والخساره من كابتن جمال فياض برضه تمام. يعني كنت في بورد 16 بقى قبلها تقريبا في الجيم اللي فات لما كسبت طلعت 13 حاجه زي كده. المهم فببص لقيت ايه كابتن ابراهيم سعيد قدامي. يا نهار ازرق قلت له يا رب داخل كده بسلم عليه، قلت له يا رب يا رب تبقى انت قاعد غلط، يعني كده مش هلعبك. يعني كنت شايف حضرتك بتلعب وانا اول بطوله ليا ومش عارف ايه. قعدت اتكلم معاه شويه، فقعدت اقول له بقى ان انا اول بطوله ليا وبتاع. فقال لي انت لازم تذاكر، انت لسه شاب وصغير قدامك المستقبل. فقلت له والله انا ضعيف في الاوبننج، انا عندي اوبننج مثبته بالابيض، عندي كذا اوبننج بالاسود، بس انا ضعيف مش حافظ كتير كثيوري، وبلعب اوبننجز معتمد على فهمي للاستراتيجي والميدل جيم وهكذا، مش معتمد على ان انا ادخلك في لاين فيه حفظ كتير بقى وترابس وكده. يعني مش بلعب لاين شاربس بصراحه. فقلت له كده، قال لي لا انت لازم تحفظ وتذاكر وعندك كذا افتتاح، انت بتخش بطولات فلازم تحضر عشان الناس تبقى عارفه انت بتلعب ايه. قعد يتكلم معايا شويه بصراحه، فقلت له ماشي يا كابتن وبتاع. وبعدين ايه بدانا الجيم. فهو ما عرف ان انا مش مذاكر اوبننج كويس، قام جاي لعب لي ايه اف 4. اف 4 ديت مش فاكر اني لعبتها قبل كده خالص. انا عارف ان هو بيرد اوبننج بس انا مش عارف بيترد عليه ايه، مش محضر له. يعني انا كنت محضر على اي 4، محضر على دي 4. سي 4 ما كنتش محضر عليه قوي بصراحه، ما كنتش محضر عليه قوي. ولكن سي 4 يعني انا بلعب عليه اشكال شبه ايه الكاروكان كده. ف يعني بدخله فاريشن ترانسبوزيشن شبه الكاروكان، اشكال انا عارفها، انا اعرف العب فيها تمام. فلما شفت الاف 4 منه قلت انا هرتجل والعب بدماغي واخش في اشكال شبه الكاروكان، احاول اوصل بالجيم لحاجه انا عارفها. طلع بالنايت هنا لعبت دي 5، بحاول العب ايه السيت اب اللي انا عارفه بتاع الكاروكان عادي. طلعت بالنايت هنا وطلع فتح البيشوب بتاعه بي 2 بفنكة الفيل بتاعه. طلعت بالكوين، طلعت بالنايت بعد ما طلع البيشوب تمام. ده كله لعب عادي. هنا انا لعبت اي 6، مش عايز اطول عليك بس عشان الفيديو اعتقد ان هو ممكن يكون طول عليك برضو. بعد التبيته ديت انا لعبت بيشوب. الفكره من بيشوب ايه طبعا انا بلعب بسرعه برضه، هو كان ابطا مني فهو ايه متوتر من سرعتي، كان عايز يلعب بسرعه. فالفكره ان انا رابط وعايز اكل كوين تيكس ببساطه. مش عارف هو ما شافهاش، هو كان متهيأ له ان الوزير بيتحبس، ان هو بيتاكل، ان هو في حاجه. انا كنت مجهز ان هو لو لعب لي هنا دي 4 كنت العب كوين تيكس تشيك وبعدين ايه ارجع بالبيشوب عادي. انا يعني هو لعب الكوين كده وساب البون، فانا اكلت البون. هنا مش عارف ثانيه لما اظهر لكم البار بتاع تقييم. بص هنا انا معايا افضليه تمام. هو هنا لعب الملك بتاعه بعيد، انا رجعت بالكوين بتاعي. برضه مش فاكر نقلات 100% بس انا بحاول ايه اكتب لها فاكر يعني. طلع بالكوين هنا انا جبت الروك ديت. فكره ان ايه الحصان بتاعي ما يبقاش فيه افكار بقى بالبيشوب بتاعه. البيشوب بتاعه واقف زي التنين بصراحه في الاخر كده. هنا جاب النايت بتاعه بيقول لي بلندر، بس ما شفتهاش في الجيم. انا لعبت الملك وكنت واثق فيه يعني ان هو راجل مش هيغلط غلطات زي ديت، مع انه غلط في البون. بس قال لي بعد الماتش ان هو وزير كان بيتحبس وبتاع، وان هو كان في نقله تحبس وزيري بس هو ما لعبهاش شافها بعدين. الايجن مش متفق مع الكلام ده بس قشطه يعني. هو كان شايف كده، وبعد ما بعد ما انا لعبت يعني اكلت البون اكتشف ان ده مش صح. انا هنا لعب الكوين بتاعه، فجيت بالبيشوب يعني عادي وحضرت على الملك، لقيت البيشوب هنا مكانه ما عادش فعال. فهنا هو لعب بيحمي النايت بتاعه. كان فيه افكار ممكن ان انا مثلا اجي كده، بس انا شفت ان هو عنده تشيك وهياخد وزيري تمام. هياخد وزيري انه هيبقى طالبه بالوزير برضه لما ناكل النايت بتاعه ياكل الوزير. فما كنتش هلعب اصلا جي 6 مش عارف او جي 5 مش عارف ليه هو لعب ديت. هو هنا بيحاول يحمي الحصان عشان يمشي بالكوين ده اللي هو اكتشفته يعني بعدين. انا مش فاكر انا لعبت اي 6 ديت ولا لا، هي بطيئه جدا بس انا حطيت اي نقله بضيع وقت لان انا البوزيشن اللي أنا فاكره كان زي ما انا هوريكم يعني. هنا لعبت جي 5 راجع بالنايت. طلعت بالنايت بتاعي يعني عادي بحاول افتح عليه اف 5 تمام، احاول ازق عليه اف 5 اف 4 وهكذا. لعب الكينج بتاعه شاف ان ايه انا ضغط هنا. كنت مهدد برضه ان انا اكل كوين نايت تكس لان الكوين رابط البون ده. ده كان بصراحه من امتع الادوار اللي انا لعبتها في البطوله ومن اقوى الادوار. وهنا الانجن مديني افضليه 2 ونص تمام. لعبت هنا اف 5 عشان ايه هو لما يطلب الحصان ارجع عادي خلاص. انا لعبت اف 5 الحصان انا مطلعه عشان العب اف 5 افتح البوم بتاع الاف 7 ده. فهنا طلع بالنايت بتاعه كان اخر قطعه عنده ما اتشالتش. فهنا انا لعبت اف 4 تمام. بعد اف 4 ديت هو قعد يفكر، بعدين شاف ان هو لازم ما ياخدش اي اكشن وجاب النايت هنا. مش عارف كان ايه فكره النايت ديت او مش فاكر لو البوزيشن كان كده بالظبط. هو لعب نايت بس المهم ان انا بعدين لعبت بي 5 رجع لعبت له هنا بي 4 فرجع بالنايت بتاعه خالص. بعدين انا طلعت البيشوب بتاعي. البيشوب بتاعي شفت ان هو ليه مستقبل رهيب على الوتر ده بصراحه. بعد ما لعبت البيشوب بتاعي هنا هو لعب البون. قال لي مش هخليك تفتح عليا خلاص. انا مش راضي اكل من الصبح حاسس ان هو هياكل وانا مش هبقى مهدد حاجه، وخفت مثلا يطلع بالملايك يجيب الرخم. انا فتحت له هو العمود بدل ما افتحه لنفسي، فما رضيتش العبها. anyway
كملت هنا ب سي 5، بحاول افتح البيشوب بتاعي في المستقبل بدل ما كان قدامه 2 بوينتس بقى قدامه بون واحد. هنا هو لعب لي دي 4، قال لي البيشوب بتاعك قاعد مش هيلعب. قلت له بس انت برضه البيشوب بتاعك قاعد مش هيلعب. ف يعني الحمد لله كنت فاهم الاستراتيجي بشكل كويس مع اني بلعب بوزيشن اول مره العبه. اقول لك الحوار ده جاي منين بقى. انا قبل البطوله ديت لقيت مكتوب على البطوله نظام فيشر، فانا فاكر نظام فيشر ده اللي هو ايه تشيس راندوم بقى، الحلقه اللي انا نزلت لكم قبل كده كنت بحضر تشيس راندوم اصلا. فاكتشفت ان نظام فيشر دوت نظام ان في انكريمنت في التايم، ان انت معاك زي 5 ثواني كل نقله. كنتش اعرف، حتى في بطوله رايح لها قريب ان شاء الله اعمل لكم عنها فيديو هنزله لكم، مكتوب فيها فيشر. فانا قاعد احضر فيشر بعدين اكتشفت ان فيشر ده نظام الوقت، ان في انكريمنت في التايم بس ده اسمه فيشر. فانا كنت محضر ان انا العب بوزيشنز عشوائيه، فانا كان عندي فهم شطرنجي كويس الحمد لله، وكنت محضر استراتيجي وفهم للمربعات والبون ستراكشرز وهكذا. فهنا انا قلت له انا خليك تقفل على البيشوب بتاعك وهلعب البون، انا مضحي بالبون يا عم. انت مثلا عايز تاكل وترجع تاكل البيشوب، انا ممكن ايه اكون فتحت عليك العمود دوت بالروك وهكذا. فيبقى في لعب يعني. هو ما رضيش ياكل اصلا، طلع بالنايت بتاعه حب يجوز او يربط من الرخاخ تمام. انا طلعت بالنايت تيجي مكسر وتزيح النايت بتاعك كده وازق عليك دي تاخد قطعه، قال لك مش هعمل كده. جاب الروك هنا مش عارف كان ايه فكرته بصراحه، رجع بعدها بنقله جابها هنا. انا جبت الروك بحاول اشغلها رخره معانا ده، هي قاعده في ركن كده واحده ما بتعملش حاجه. جبت النايت برضو بشغل اخر قطعه، يعني بحاول اشغل قطعه واخليها كلها، اخليها كلها فعاله على قد ما اقدر يعني تمام. آه، كنت كل نقله بزود التنشن بزود الاستريس عليه عشان هو كان بياخد وقت اكتر في التفكير، كان وقت قليل برضه الفرق بينه وبينه بتاع، يعني انا كان وقت 3 دقايق وهو وقت تحت الدقيقه في اخر الجيم خالص تمام. فهنا انا كنت كل نقله بزود الضغط عليه واجيب قطع اكتر تلعب، ما كنتش بفك التنشن. بيقول لك تو تيك از ميستيك يعني، او فيرست تو تيك از ميستيك، فدايما ما تفكش التنشن، ما تبقاش انت الطرف اللي ايه ياكل بون تكس بون او ايا يكن تمام. هنا وجاب النايت بتاعه، فانا اكلت بيشوب تكس نايت. هو بيقول لي بلندر وضعت كل الافضليه بتاعتك. انا فعلا في الجيم بعدين الوضع وصل لشكل شبه درو يعني. هنا مش فاكر بصراحه ايه اللي حصل بعد ما اكلت نايت تكس بعدين اكل بالروك. جيت هنا الانجي بيقول لي معاك افضليه حوالي 2. طيب الروك بتاعته جاب الروك هنا. هل انا فاكر اللي حصل بعدين؟ مش فاكر. اللي انا فاكره ايه طشاش كده، لانه يعني ما عرفتش اوصل للبوزيشن بالظبط. اللي انا فاكر ان انا جيت في نقله طالب الروك بتاعته، الفكره الروك بتاعتك ما تقدرش تيجي هنا ولا هنا، ولو جت هنا تقريبا كان في هو كان في عنده بول هنا تقريبا، فكانتش تقدر تيجي هنا برضه. فكان الاونلي موف لها ان هي ترجع على الايه على الاف 2. فكنت انا وقتها قام جاي زي ديت محميه بالنايت ومحميه بالروك، وكان في برضه كوين هنا. المهم ان انا كنت اكسب قطعه بزائد البون ديت لو هو حرك الروك، فهو كان عنده برضه الوتر ده اتفتح له، كان البدايه ده اتشال. فهو اداني كش، انا زحت الملك اكل الروك بتاعتي. فبعد ما اكل الروك بتاعتي هنا انا اكلت الاول الروك بتاعته بتشيك، حرك الملك بتاعه. فهو بعدين بعد او لا لا ما حركش ملك، اكل النايت، اكل النايت بتاعي بالكوين بتاعه. فبعد ما حرك بعد ما اكل النايت انا اكلت البيشوب بتاعه تمام. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ انا اجيب لك اخر شكل انا فاكره اللي الجيم خلص بيه تمام. استنى، اهو كان ده الشكل كده بالظبط. انا عملت سيمفونيه طول الجيم من الهجوم والابداع، اقسم بالله كنت مبسوط منها جدا. فهنا بقى ايه المايسترو حط التاتش الاخير بتاعه، البيشوب اديت له تشيك. هنا كان ده البوزيشن كده خلاص الجيم اديته تشيك. فهنا كان قدامنا نقلتين، لو غطى بالنايت كده كنت هقوم جاي اعمل ايه روك تيكس كوين تيكس، هاجي انا بالكوين رابط الحصان بتاعك انت في زاج زوانج. لو لعبت اي حاجه هقوم جاي لاعب كوين تيكس، هتضطر تحرك الملك هاكل القطعه بتاعتك وخلاص الجيم ده مكسب. لو مثلا جيت بالكوين بتاعك حاجه زي كده كنت هديك تشيك. هتعمل ايه لو غطيت بالكوين؟ هاكل بيشوب تيكس على حس رابطه القطعه محميه ما يقدرش ياكلها بالملك والوزير بتاعك مربوط. لو كنت هتعمل ايه مش عارف بصراحه، هتحرك الملك هاكل القطعه برضو تمام. ارجع 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 ارجع، هو ما لعبش نايت اصلا. عمل ايه؟ لعب كوين لعب كينج هنا تمام، كينج على اتش 3. فهنا انا قمت جاي واكل بالكوين، قلت له تيجي نكسر. فاكل البون دوت على اساس ان هو لسه حامي هنا وبتاع. كان وقته هنا 10 ثواني، وقت ما نزلت 10 ثواني ورجع طلع تاني. فهنا قمت جاي مديله رصاصه الرحمه بشو. قعد يقول لي بقى انت كنت المفروض توقف التايم ونلعب دماغ لدماغ وبتاع. فقلت له معلش اللي حصل وبتاع، بس ده مش صح، انا ده حقي ان انا العب. انت بتاخر في التايم وفي النقلات، انا حقي ان انا العب عادي. هو استهتر بيا شويه ممكن في الاخر في الاول وانا اعتذرت منه بصراحه. وبرده الكابتن محمد نحاس لما ناديت الحكم اعتذرت له برده لان انا عملت حركه مش كويسه وراجل قطع ابويا وبتاع. نسيت اقول لكم حاجه في البطوله. الجيم اللي فات اللي قبل دوت كنت بلاعب واحد اللي قلت لكم 1800 وشويه، قلت له تقييمك كام اونلاين؟ ما رضيش يقول لي، قال لي يا عم العب العب وبتاع. فبعد الجيم بقى ما كسبته حركه مستفزه انا بس قلت له تقييمك كام بقى؟ سابني ومشي. بس رجعت تاني كلمته وعزرت له. البطوله دي بتبقى حاجه حماسيه. البطولات ديت احسن حاجه فيها اصلا الذكريات واللقطات اللي بتحصل دي، انت تبقى ملموم حوالين بورد 1 وان انت تكسب كابتن جمال فياض، وان انت حد يقول لك تقول له ريتك كام ما يقولكش، واحد يجي متاخر وبعدين يرجع يخسر، او انت تتعلم تلعب اوبننج جديد وتكسب. حاجه عظيمه بصراحه، تجربه اسطوريه. في الاخر جبت 6.5 من 6.5 من 9. طلعت مركز 18 عام بكسر التعادل. هوريكم برضو هبقى انزل كده معدل بتاع الاداء بتاعي 1923 هينزل لي تقييم غالبا
قالوا لي هينزل في اول شهر 9. فلو وانا بمنتج الفيديو ده هو الريت كان نزل لي، هبقى اوريك برضو التقييم بتاعي بقى كام. دي حاجه. الحاجه التانيه الحمد لله طلعت اول غير مقيمين واتكرمت. كان التكريم لاول 15 واحد بس تقريبا، او اول 11 مركز. فانا اتكرمت اول غير مقيمين الحمد لله. وبشكل عام انا راضي عن ادائي في البطوله. انا في اول جيم خسرت بسبب ان انا وخدت ثقه في نفسي وما حسبتش كويس. اتعادلت جيم بسبب ان انا اتسرعت في الاند جيم. خسرت كابتن جوال فايت بسبب ان انا كنت ايه، لعبت دخلت شكل مش مذاكره. وهو لعب بشكل عبقري بصراحه، كان جيم جامد جدا. اتعلمت كتير من البطوله، اتعلمت كتير. اتعلمت ان انا ما اتسرعش، اتعلمت حاجات اتعلمت حاجات اخلاقيه، اتعلمت حاجات في اللعب. استفدت جدا من البطوله، خدت فيها خبره، وان شاء الله هاخد تقييم كويس. وخدت تكريم. خدت. طبعا انت عايز تعرف اخدت كام صح؟ مش هقول لك. والله مبلغ بسيط يعني. مبلغ بسيط بجد مش هزار يعني. ده كانوا بيوزعوا على الناس فوطه. كان في ناس تاخد فلوس وناس تاخد فوطه، فانا الحمد لله خدت فلوس. كانوا 500 جنيه مش حاجه يعني، بس قشطه. يعني انا مواصلاتي اصلا حوالي 100 جنيه، ودفعت 200 جنيه اشتراك، فولا حاجه يعني في الاخر. اللي هو حق العصير والشيبس اللي اكلتهم طول اليوم مثلا، او اي حاجه جبتها من بره. في ناس خدوا فوطه، لان بتاع كان في نادي غزل المحله. في نادي غزل المحله كانوا عاملين ايه، دعم لليوم، وكانوا بيوزعوا فوط على الناس، حوالي 20 فوطه توزعوا ولا حاجه. كابتن جمال فايد خد فوطه. لان هو طلع في الاخر مركز 20. خسر بعدين كذا جوله اعتقد وطلع مركز 20. وكابتن ابراهيم سعيد كان قاعد على بورد 1 بعد ما انا خسرته للاسف، طلع بره ال 20 كمان. لو كان كسبني كان ممكن نجيب مركز حلو، لان الكسر التعادل بتاعه كان هيبقى حلو. الكسر التعادل بتاعي كان وحش، لان انا كنت الاخير على البطوله. انا دي كانت البطوله بتاعتنا. اتمنى انت استمتعت. انا الحمد لله استمتعت، وان شاء الله يكون الفيديو مفيد بالنسبه لك، او الفيديوهين مفيدين بالنسبه لك. ان شاء الله مش تكون البطوله الاخيره، ولكن لما اشوف هنعمل ايه في حوار الاشتراك بتاع الفيديو 400 جنيه دوت. ان شاء الله هيتلغي قريبا، لان انا شايف ان ده حاجه بتدمر مستقبل الشطرنج بالنسبه للناس الهواه اللي هم مش بيلعبوا في نادي او كده. ربنا يسهل وننضم للنادي مقدما بقى في المستقبل، ويبقوا يدفعوا لنا 400 جنيه بتوع الاشتراك. ربنا يسهل ربنا يسهل. يلا، ده كان فيديو النهارده. ان شاء الله تكون انت استفدت واستمتعت. لو عجبك المحتوى، لو عجبتك الماتشات، لو عجبك القناه عامه، خد فيها لفه، ابعتها لاصحابك عشان تدعم المحتوى ان هو يستمر. يلا، دي كانت فيديوهات النهارده. سلام.